رحمة ربك عبده زكريا أي اذكر يا محمد ما رحم الله جل وعلا به عبدا من عباده هو زكريا، وهو أحد أنبياء بني إسرائيل، وهذا إجمال. ثم جاء التفصيل: إذ نادى ربه نداء خفيا. الرجل إذا بلغ مرحلة متقدمة في العمر مع علو الشأن دينيا أنه نبي، وقد وخطه الشيب بل اشتعل في رأسه، ثمة أمور يرغبها في قلبه لكن يستحيي أن يجهر بها بين الناس. لكن الله تبارك وتعالى يحب من عباده أن يسألوه ما عظم أو ما قل، ما استطاعوا أن يجهروا به وما لم يستطيعوا أن يجهروا به. فلما كان لو سأل الله هذا وأخبر به الناس وقد كاد أن يحدودب ظهره وبلغ من الكبر عتيا لعابه الناس وربما شمت به الشامتون، لكن الله جل وعلا يقبل ولا يرد ويستر ولا يفضح، فاتخذ مكانا خلي وقال بصوت خفي يناجي ربه العلي: رب هب لي من لدنك وليا. هذا الموقف منه عليه الصلاة والسلام ودعاؤه قرنه بإظهار ضعفه وعجزه وانكساره إلى ربه جل وعلا. ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا قال رب إني وهن العظم مني، لأنه شارف على 100 واشتعل الرأس شيبا. إذن كان هذا حالك، لماذا تدعو؟ أتى بشفاعة لا ترد. قال: ولم أكن بدعائك ربي شقيا، أنت عودتني أن تجيب دعائي، فاعذرني إن دعوتك في ساعة كهذه في طلب كهذا. لو رددتني من قبل وصددتني من قبل ولم أر منك إقبالا علي لما دعوتك الآن. لكن بعد أن ذكر انكساره في جسده توسل إلى الله جل وعلا بما يجلب رحمته، لأن الكريم يستحيي أن يقطع عوائده. الكريم يستحي أن يقطع عوائده، وهذا إذا كان من الخلق فكيف بأرحم الراحمين جل جلاله. وهنا قال زكريا في مناجاته لربه: ولم أكن بدعائك ربي شقيا. وهنا ينبغي للمؤمن أن ينيخ مطاياه ويعلم أن الله جل وعلا أرحم بك من كل أحد. فالدعوة قد لا تجاب، لكن ثق إن كنت صادقا أن ما خبأه الله لك ربما كان أعظم مما سألته إياه. ولم أكن بدعائك ربي شقيا. وأنا لي أبناء أعمام، لي قرابة، لا أرى منهم حرصا على الدين، وأخاف أن يضيع الدين بعدي. قال: وإني خفت الموالي من ورائي. والموالي هنا بمعنى العصبة والقرابة وأبناء العمومة، ومنه قول العرب: مهلا بني عمنا مهلا موالينا لا تنبشوا بيننا ما كان مدفونا. وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرة لا تلد وقد بلغت من الكبر عتيا. فما من سبب يمنع إلا وهو موجود، لكن الذي يسأل لا يمتنع عليه سبب. قال الله جل وعلا: ولم أكن بدعائك ربي شقيا وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله ربي رضيا. قال الله: يا زكريا إنا نبشرك. هذا يعني ظاهره أن الله هو الذي كلمه، لكن هذا بينه الله في سورة أخرى: فنادته الملائكة. فالمبشرون له هم الملائكة عن الله. لكن وهذا هو الفارق، أين وجدت الملائكة زكريا حتى تبشره؟ قال الله: فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب.
قال الله فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك. فالمبشر الملائكة، ناقل البشارة الملائكة، والمبشر حقا الله. فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب، هذا في آل عمران، ونحن في مريم. يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى. ثم قال الله لم نجعل له من قبل سميا. فالذي اختار له الاسم هو الله. وبداهة عبد مخلوق وإن كان نبيا مكرما، إلا أن الذي سماه هذا الاسم هو الله. بدهي أن يكون فيه من الخير ما لا يكون إلا في القليل غيره. بل روي من عدة أوجه، وهو مشهور بين أهل العلم، أن هذا النبي لم يعص الله طرفة عين.